السلام عليكم خوتي الكرام. رمضان مبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والبركة والمغفرة. الله يوفقنا فيه لختم القرآن وصلاة التراويح ويجعلنا من المقبولين، آمين. خوتي، رمضان راه شهر العبادة ماشي شهر الشهوات. نميكو شوية على كثرة المقالي وتباصل، راه داكشي كيضر المعدة والمصران وكيتقلنا على الصلاة والقيام. الصيام جا باش يريح الروح والجسد، ماشي باش يهلكنا بالخمول. وردي بالك اخويا، وردي بالك يا اختي من هاد التليفون اللي هازين في يدينا وهاد الفيديوهات في مواقع التواصل، راه كتاكل العمر كما كتاكل العافية الحطب. الوقت اللي كيمشي ما كيرجعش، والخير اللي في رمضان راه ما يتعوضش، وخاصة في العشر الأواخر اللي فيها ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر. حاولوا هاد العام ديروا ثورة على نفوسكم، ختموا القرآن، تدبروا الآيات، وهداك التليفون اللي مبرزتكم سدوا عليه في شي صندوقة. اي يا خويا، هذا هو الحل، سدوا عليه، حيت هاد التليفون ولا مصيبة كحلة إلا ما عرفناش كيفاش نستعملوه. راه كيسرق لينا أعز ما عندنا، اللحظات اللي بيننا وبين الله، والجلسة الزوينة مع الوالدين والعائلة. رمضان ضيف عزيز كيجي مرة في العام وكيطير بحال البرق. واش بغيتي نهار العيد تندم وتقول يا ريت كون اغتنمت وقتي كتر، ولا بغيتي تحس بالفرحة والانتصار باللي غلبتي نفسك وهزمتي هاد الشاشة الصغيرة؟ هو إلا قللتي من مشاهدة هاد الشاشة الصغيرة. خلاصة القول، المعدة اعطيوها شوية الراحة باش ترتاحوا في قيامكم. عويناتكم حفظوهم من فيديوهات الخامجة وكتروا من قراءة القرآن. القلب عمروه بالذكر الله، راه هو اللي كيبقى لينا غدا أمام الله. الله يجعلنا وياكم من الفائزين في هذا الشهر ومن عتقائه من النار. صيامكم مقبول وذنبكم مغفور ودعاءكم مستجاب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.